كنت هنا ستعلم أن أخطر القرارات السياسية الخارجية الأمريكية اليوم لا تصنع في غرف مغلقة بين المستشارين، بعضها يصنع الساعة 2 صباحا على تلفزيون. أنا محمد علي، صانع محتوى عنده قليل من الأمل. أحدثكم اليوم عن ظاهرة لم يكتب عنها أحد بشكل كافي، ترامب وعلاقته بالسوشيال ميديا ليس كأداة سياسية فحسب بل كمرآة لجيل بأكمله. لماذا هذه العلاقة بالتحديد تفسر مواقفه من إيران ولبنان أكثر مما تفسرها وثيقة استراتيجية؟ يلا بينا. رجل ولد عام 1946، يعني حين اخترع مارك زوكربيرج فيسبوك عام 2004 كان ترامب في 58 من عمره، في سن يكون فيه معظم الناس قد حسموا طريقة تفكيرهم ومصادر معلومات من الأمام، ومع ذلك الرجل صار أحد أكثر السياسيين تأثيرا على السوشيال ميديا في تاريخه. هذا التناقض وحده يستحق أن نفهم. في البداية سنتحدث عن جيل التلفزيون وعقلية البرايم تايم. ترامب نشأ في جيل نشأ على التلفزيون كمصدر وحيد للصورة والخطاب. المولودين في الأربعينات والخمسينات في أمريكا شاهدوا التلفزيون يدخل بيوتهم لأول مرة، وفهموا منذ البداية من يمتلك الصورة يمتلك الحقيقة. هذا الجيل بنى علاقته مع التواصل على قاعدة برودكاستينج: أنا أبث، أنتم تستقبلون، لا حوار، لا تعليق، لا كوت ولا ريتويت. البث كان من جهة واحدة والجمهور كان مستهلكا صامتا. حين جاء تويتر وفيسبوك وتروث سوشيال وغيرهم منصات التواصل الاجتماعي، فعل ترامب شيئا عبقريا بالمعنى التقني لا الأخلاقي. أخذ عقلية البث التلفزيوني وضخها في أداة تفاعلية. هو لا يدير حوارا على السوشيال ميديا، هو يبث منصة تفاعلية، لكن ترامب يستخدمها بمنطق التلفزيون: رسالة واحدة في اتجاه واحد بصوت عالي. الأرقام لا تكذب. في يناير جانفي من العام 2021 حين أغلق حسابه على تويتر، حساب ترامب، كان لديه 88 مليون متابع. حسابه على تروث سوشيال، المنصة التي أسسها بعد أن حضره مالك إكس قبل أن يشتريه إيلون ماسك، تجاوز فيها عدد المتابعين 7 ملايين لحساب الخاص. وحين عاد إلى إكس بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر الذي حوله إلى إكس، وصل المتابعون إلى ما يقارب 107 ملايين. لكن الرقم الأهم ليس عدد المتابعين بل عدد المنشورات. في الفترة التي تمتد بين 15 و2021 و2000 نشر ترامب ما يزيد عن 25 ألف تغريدة، يعني بمعدل أكثر من 10 تغريدات يوميا 6 سنوات متواصلة. هذا ليس سياسيا يستخدم السوشيال ميديا، هذا إنسان تحول السوشيال ميديا إلى تيار وعيه الرأي. والأخطر من الكمية والتوقيت، دراسات أجرتها جامعة كورنيل وصحيفة نيويورك تايمز وفقت أن ترامب ينشر بكثافة بين 11 ليلا والسادسة صباحا، يعني قراراته وردود أفعاله المنشورة تأتي في الغالب حين يكون وحيدا أمام الشاشة، لا مستشارين، لا فلترة ولا شيء. لسائل يسأل: هل السوشيال ميديا تناسب دونالد ترامب رغم أنه ينتمي إلى جيل التلفزيون؟ نعم. في قراءة سوسيولوجية للجواب لا يكون فقط في الفورية بل في بنية السوشيال ميديا ذاتها كظاهرة اجتماعية. عالم الاجتماع الكندي إيرفين غوفمان قدم في الخمسينات مفهوم إدارة الانتباه: فكرة أن الإنسان في أي تفاعل اجتماعي يؤدي دوره، يختار ما يظهره وما يخفيه حسب الجمهور أمامه. غوفمان كان يتحدث عن الحياة اليومية، لكن السوشيال ميديا حولت هذا المفهوم إلى بنية تقنية. المنصة كلها مسرح وكل منشور هو أداة. دون أن يقرأ غوفمان على الأرجح يفهم هذا بشكل غريزي تماما. حياته المهنية كلها قائمة على إدارة الانتباه، من برنامجه في تلفزيون الواقع إلى ناطحات السحابة التي تحمل اسمه إلى السوشيال ميديا لم تعلمه هذا، هي فقط أعطته مسرحا أوسع. لكن السوسيولوجيا تكشف شيئا أعمق من مجرد الأداء. المنظر الفرنسي بيير بورديو تحدث عن مفهوم رأس المال الرمزي: القوة التي تأتي لا من المال والسلطة المباشرة بل من الهيبة والاعتراف الاجتماعي. في المجتمعات التقليدية رأس المال الرمزي يبنى ببطء السمعة، بالإنجاز، بشهادة المجتمع على مدى سنوات. السوشيال ميديا كسرت هذا النظام كسرا جذريا. أصبح بالإمكان بناء رأس مال رمزي ضخم في أسابيع بل في أيام إذا أتقنت لعبة الخوارزمية، وهذا بالضبط يجعلها مغرية لشخص مثل ترامب الذي يرى في الأرقام المتابعون لايكس لريتويت تأكيدا مستمرا على مكانته الرمزية. كل منشور يحصل تفاعلا هو تجديد لعقد اجتماعي غير مكتوب: أنت لا تزال مهما، أنت لا تزال مسموعا. وهنا يدخل مفهوم سوسيولوجي ثالث لا يمكن تجاوزه: غرف الصدى. عالم الاجتماع الأمريكي إلي بايرز سماها فقاعة الفلترة. الخوارزمية تطعمك لا تتفاعل معه، وكلما تفاعلت أكثر مع نوع معين من المحتوى قل تعرضك لما يخالفه. النتيجة ليست فقط أنك لا ترى الرأي الآخر بل أنك تبدأ تعتقد أن الجميع يشاركك، لأن كل من يظهر في خلاصتك يوافقك. بالنسبة لسياسي عادي هذا خطر يمكن تداركه بمستشارين متنوعين وإحاطات منتظمة، لكن ترامب، وهذا موثق في كتب عدة
كتبه مقربون منه، يميل إلى استهلاك السوشيال ميديا بشكل مكثف ويثق بما يراه فيها أحيانا أكثر من تقارير الاستخبارات والمستشارين. يعني غرفة الصدى هنا لا تعني مجرد جمهور موالي، بل تعني مصدر للمعلومات يشكل القرار. ونخطر سوسيولوجيا هو ما يسميه عالم الاجتماع الألماني هارتموت روزا بالتسارع الاجتماعي. روزا يقول إن المجتمعات الحديثة تعيش تسارعا في 3 مستويات متزامنة: تسارع تقني، تسارع في وتيرة التغيير الاجتماعي، وتسارع في إيقاع الحياة اليومية. السوشيال ميديا هي المحرك الأبرز لهذا التسارع في الحقبة الراهنة، وهذا التسارع له أثر مباشر على السياسة الخارجية. القرارات التي كانت تأخذ أسابيع من التداول الدبلوماسي باتت تستعجل لأن السوشيال ميديا تنتج ضغطا زمنيا هائلا. إذا لم ترد الآن بدوت ضعيفا، إذا لم تصعد الآن بدوت متخاذلا. الخوارزمية لا تكافئ التأمل، تكافئ الرد الفوري. وحين يكون الملف هو إيران أو لبنان فإن هذا التسارع لا يبني سياسة، يبني أزمة. حين تصنع السياسة الخارجية بمنطق الانجيجمنت، وهنا نصل إلى لب الموضوع. السياسة الخارجية تقليديا تقوم على التدرج: تحليل، مشاورات، تصريح مدروس، ثم موقف رسمي. ترامب يقلب الترتيب: الموقف يعلن أولا على السوشيال ميديا، ثم يكلف الدبلوماسيون بتفسيره للعالم. في ملف إيران هذا النمط واضح جدا: التهديدات المباشرة، تسميات الحرس الثوري، التهديد بضرب المنشآت النووية. معظم المواقف خرجت أولا في منشورات ترامب على تروث سوشيال وليس في بيانات وزارة الخارجية. وما يجعل هذا خطيرا تحديدا هو أن السوشيال ميديا تعمل بمنطق لمسي. المنشور الذي يحصل على أكبر تفاعل هو الأكثر حدة، الأكثر جرأة، الأكثر استفزاز. الخوارزمية تكافئ التصعيد. يعني ترامب حين ينشر تهديدا لإيران ويرى 100,000 لايك في ساعة يتلقى تعزيزا إيجابيا فوريا من الخوارزمية بالمعنى النفسي للكلمة، وهذا التعزيز لا يحدث حين يتصرف بتحفظ دبلوماسي. في لبنان القصة لها وجه آخر: المواقف من حزب الله ومن المرحلة التي تلت الضربات الإسرائيلية جاءت في أغلبها منقوصة من السياق. منشور يصف ما جرى بلغة الانتصار والقوة دون أي إشارة للأثمان الإنسانية، وهذا أيضا ليس صدفة. الصورة التبسيطية تشتغل على السوشيال ميديا أكثر من الصورة المعقدة، وترامب رغم كل شيء يفهم السوشيال ميديا. ثمة فجوة بين الأجيال في قراءة نفس المنصة. المفارقة الكبرى هي هذه: ترامب شباب ال15 وال20 سنة يستخدمون إكس وتيك توك والسوشيال ميديا، لكنهم يقرؤونها بعقلين مختلفين تماما. الجيل الشاب يرى السوشيال ميديا كفضاء أفقي، الجميع يتحدث، الجميع ينتقد، لا صوت فوق صوت. ترامب يراها هرم، منبر واسع يمكنه من البث بلا وسيط. الجيل الشاب يراقب التناقضات ويوثقها ويعيد نشرها. ترامب يعتمد على التغريدة اللاحقة، تستمع التغريدة السابقة في ذاكرة الخوارزمية، وهو محق في أغلب الأحيان. وحين يتعلق الأمر بالشرق الأوسط يبرز هذا التباين بشكل الأجيال الشابة الأمريكية تحصل على صورة غزة ولبنان وضفها من السوشيال ميديا مباشرة بدون فلترة عالمية. ترامب يحصل على صورة المنطقة من مجموعة ضيقة من الأصوات المحيطة به، والتي تترجم المنطقة بلغة المصالح الاستراتيجية والنفوذ الإيراني. الفجوة بين ما يرى الجيلين على نفس المنصة مذهلة جدا. كالعادة، ختاما، في رأيي الشخصي الذي لا وزن له في أي محفل دولي، المشكلة ليست أن ترامب يستخدم السوشيال ميديا، المشكلة أنه يستخدمها بعقلية البث في عالم أصبح مبنيا على التفاعل. وحين يدير شخص بهذه العقلية ملفات بحجم إيران ولبنان، إن الخطر لا يكمن في أنه يريد الحرب أو لا يريدها، بل يكمن في أن قراراته تأتي مدفوعة بالانجيجمنت لا منطق استراتيجي. التاريخ سيحكم، لكن الجغرافيا لا تكفي، الخوارزمية لا ترحل. هنا ينتهي دونالد ترامب في موضوعنا إلى أن ينتهي من كل هذا. شكرا لكم.